يا صباح الفل وصباح الورد، صباح السعادة على عيونكم. كل سنة وانتم طيبين. عندنا بقى النهاردة عزومة حلوة كده، كان لازم أعزم الحبايب. خلاص رمضان بيودع. فاضل لنا يومين بقى كده على رمضان، فقلت بقى اما أعزمهم وأجمعهم عندي قبل ما رمضان ما يخلص. زي ما أنا متعودة كل سنة، معايا هنا 3 فراخ، ومعايا هنا كيلو لحمة مفرومة، ودول كده 2 كيلو مكرونة. هنعمل بقى فراخ مشوية ومكرونة بشاميل. هنعمل حاجات حلوة كده كتير. خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو للنهاية. متنسوش تحطوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. خدت بقى هنا كده الفراخ بتاعتي على الحوض، هناخدها كده بقى نغسلها ونعيد عليها نظافة تاني زي ما انتوا شايفين كده. تحت بقى كده عليها مية ونضفتها كويس جدا من جوه، من جوه ومن بره بقى كده غسلتها كويس جدا جدا جدا، عشان خاطر تبقى الحاجة بتاعتنا كده حلوة وريحتها حلوة كده، متبقاش فيها ريحة زفارة. تمام، انا فاتحة بقى كيس كده كبير حاطه كده قدامي عشان خاطر ما بهدلش الدنيا. نيجي بقى نقطع الفراخ بتاعتنا. الفراخ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. دول كانوا تقريبا يعني وزنهم كانوا 7 كيلو ونص، يعني كانوا داخلين على 8 كيلو. خلاص قطعت الفراخ بتاعتي ونقعتها بقى في ملح وليمون وشوية خل. نيجي بقى هنا ايه معايا كمان بشرة البصل. هنيجي بقى هنا للتتبيلة بتاعت الفراخ. معايا طماطم ومعايا فلفل وتوم وبصل، هاخدهم كده في الخلاط. حطهم بقى كده في شفشق الخلاط واديهم ضربة كده بسيطة. انا مش عايزاهم مبشورين، انا عايزاهم يعتبروا زي العصير كده. حطيت معاهم كمان ليمونة تدي طعم حلو كده ومزازة للفراخ. دي بقى تتبيلة الفراخ دي تحفة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ضربت بقى كده كله مع بعضه، وهننزل بيه بقى في الطبق اللي هنتبل فيه. حط بقى الملح والفلفل، 7 بهارات وشوية كمون وشوية بابريكا زي ما انت عايزة. حطي بقى كل التوابل اللي عندك. وحطيت كمان مكعب مرقة، مش عايزة تحطي ما تحطيش، دي حاجة ترجع لك اختياري. شوية كده من الزيت. وهنبتدي بقى كده ايه ننقع الفراخ دي في التتبيلة. احنا لسه قدامنا وقت على الفطار. عايزة اقولكم والله العظيم الفطار ده اتعمل في ساعة ونص. ساعة ونص كنت مخلصة كل الفطار. طبعا بقى تبلت وجهزت حاجتي كده من البداية، من اول ما صحيت من النوم، عشان خاطر ايه يبقى الموضوع سهل عليا. هعصر بقى شوية كده من مية البصل بتاع العصاج على وش الفراخ كده، بيدي طعم بقى، بيودي الفراخ في حتة تانية. خلاص كده هركنها على جنب. ونيجي بقى للعصاج، حطيت اللحمة وحطيت البصل على بعضهم كده زي ما هما. حطيت بقى التوابل بتاعتي، حطيت بهارات وحطيت فلفل، مش هحط ملح دلوقتي غير لما اللحمة بتاعتنا تتعصج. معلش معذرة بقى على صوتي، انا بقى لي فترة كده صوتي تعبني، بس الحمد لله. رفعتهم بقى كده على النار وهغطيها واسيبها. حطيت بقى كمان معاها معلقة سمنة بلدي، هغطيها بقى كده وهسيبها مع نفسها كده على نار عالية في البداية. اديها بس تقلبتين لحد ما تغير لون، وبعد كده هغطيها واسيبها مع نفسها. اول حاجة اهم حاجة على النار عالية كده في البداية عشان اللحمة ما تجيبش ميتها. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو، غطيها وهسيبها مع نفسها. هنعمل بقى صينية بطاطس. معايا هنا بصل وتوم، حطيت ملح وفلفل وكمون، وحطيت شوية من البهارات. هفرك بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه. لما بتفركي كده البصل مع التوابل بيدي طعم كده لصينية البطاطس، حاجة كده تحفة. هنقلب كمان البطاطس بتاعتنا كده عشان ما تبقاش دلعة. خلاص، وهننزل عليها بقى بشفشق من عصير الطماطم. هنزود بقى كده الطماطم بتاعتنا دي تقيلة، هنزودها مية كده. تمام، خلصنا كده صينية البطاطس، هنركنها. نروح بقى للعصاج بتاعنا كده نبص عليه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، هو كده خلاص داخل في السوا. حطيت له بس كوباية من عصير الطماطم
وهحط له كمان شويه من الفلفل الالوان. ده الفلفل اللي كنا مفرزينه مع بعض كده. تمام. حطينا بقى هنا الميه بتاعه المكرونه عشان تتسلق. حطيت بس شويه ملح وشويه بسيط كده من الزيت، حوالي معلقه. دول بقى هنا عندي 3 لتر حليب. هحط عليهم 3 بواكي من خلطة البشاميل الجاهزة. انا حطيت 2 تقريبا. حطيت 2 من خلطة البشاميل مش 3. ملح بقى وفلفل زي ما انت عايزة. ظبطي بقى الملح بتاعك كله على البارد كده، وبعد كده بنروح بيه على النار. ما تسيبيش بقى البشاميل بتاعك ادام بدأتي تقليب فيه، ما تسيبيهوش. تمام لحد ما يوصل للقوام المطلوب. دول 3 لتر من الحليب. حطيت عليهم 2 كيس من خلطة البشاميل الجاهز. هنا بقى حطيت معلقة كبيرة كده سمنة عشان البشاميل بتاعنا كده يبقى غني. بصوا بقى القوام، انا عايزة القوام بتاعي يبقى كده، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. تمام كده خلاص خلصنا البشاميل. هنسلق بقى المكرونة عشان نجهز اكلنا. حطوا لايك للفيديو بالله عليكم، ما تنسوش اللايك وفعلوا الجرس على علامة الكل. خلاص كده سلقت المكرونة بقى وجبت الصاج بتاعي. انا هعملها في الصاج النهاردة عشان العدد بقى ما شاء الله اللهم بارك يعني، فمش هينفع معايا صواني. حطيت كده نص المكرونة في ارضية الصاج، وهنزل بقى عليها كده بكبشتين من البشاميل اسوي بيها بس وش المكرونة. وهننزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتنا. خلاص خدنا كده كمية العصاج بتاعنا بقى، نسويه كده على المكرونة وكمان معلقتين من البشاميل كده. تمام ما شاء الله بقى الاكل كان بألف هنا وشفا. والاهم من الاكل اللمة الحلوة. خلاص كده سوينا بقى وش الصينية. هنحط بقية كمية المكرونة. بصوا الصاج دوت اخد معايا 1.5 كيلو مكرونة، يعني ما خدش اكتر من كده. فضيت بقية البشاميل. ودي الفراخ بتاعتي برضو حطيتها في صاج هي كمان. تعالوا بقى نروح نسوي الاكل بتاعنا دوت في البلكونة. بصوا زي ما انتوا شايفين حطيت الاول صاج المكرونة. بصوا انا بوريكم بقى البلكونة والشارع بتاعنا. خلصت بقى سوى الاكل وحطيت الفراخ. انا سويت المكرونه الاول، بعد كده حطيت الفراخ جوه بقى في الفرن وسبتها. هنعمل بقى شويه لسان عصفور عشان في اطفال صغيره، فقلت بقى اما اعمل لهم حاجه كده ايه يعني خفيفه. وبعدين احنا بنحب شوربه لسان العصفور طول شهر رمضان. هنعمل بقى شويه قلقاس كمان. يعني خدنا شويه الشوربه اللي كانوا عندنا، عملنا قلقاس وعملنا لسان عصفور. وادي الاكل اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى بصوا، شايفين الفراخ مستوية فوق وتحت وحاجة كده تحفة، وريحتها ما شاء الله بألف هنا وشفا. وادي كمان المكرونة بتاعتي بصوا جوس ازاي، مستوية وطعمها حكاية. لو انتوا بقى زي حالاتي من اللي بتدبس في العزايم، او بتعرفوا حد من اللي بتدبس في العزايم، اعملوا له منشن على الفيديو. شايفين بقى قطعة المكرونة ما شاء الله بصوا متماسكة ازاي، في نفس الوقت كده جوسي وجميلة بألف هنا وشفا. هنبتدي بقى كده خلاص المغرب هتأذن. هنغرف بقى الأكل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. عملنا القلقاس وعملنا لسان العصفور وعملت كمان شوية رز أبيض. هنا بقى كنت فرشت السفرة بتاعتي. وادي البطاطس اهي. طبعا بقى كانت الحبايب كلها هلت وكله كان واقف يساعد. كل سنة وانتوا طيبين. لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على